الحسين عموتة بدأها بدري بدري، وبين العين الحمراء للعيبة النادي الأهلي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله. نبدأ الحلقة. محمد علي بن رمضان وقطر واللعيب الفلسطيني بكرار وخلال أيام بسيطة وهيبقى موجود في مصر. أحمد حجازي وعرض النادي الأهلي. أحمد رضا والمدرب أنا عايز أحمد رضا. مروان حمدي معروض على النادي الأهلي. الراحلين والمعارين. بسم الله نبدأ الحلقة. محمد علي بن رمضان كلنا عارفينه، التونسي. جماهير النادي الأهلي كانت بتحب اللاعب ده جدا وما زالت بتحب اللاعب جدا جدا جدا، وتوسموا فيه خير وقالوا اللاعب دوت نفسنا نشوفه في النادي الأهلي. وفضلنا سنة والتانية والتالتة نفاوض اللاعب وما كانش بيوافق، إلا السنة اللي فاتت وافق إنه يجي النادي الأهلي، وابتدى مشواره كويس جدا 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 مع النادي الأهلي في كأس العالم للأندية. ولكن بعد كده مستواه تراجع بسبب تغيير المدربين وفكر المدربين، وإن هو ما بيلعبش في مكانه. طيب محمد علي بن رمضان مؤخرا جاله عرض من الشمالي القطري اللي بيلعب فيه أكرم توفيق. جايله عرض جاد جدا جدا جدا. النادي الأهلي متمسك بمحمد علي بن رمضان، ومحمد علي بن رمضان متمسك بالنادي الأهلي، ولكن هو شايف ان الكيمياء مش ماشية دلوقتي مع النادي. هو يحتاج ان هو يطلع إعارة، ممكن سنة ممكن سنة ونص، وبعد كده يرجع ويشوف الدنيا مع النادي الأهلي ايه. ولكن الحسين عموتة شاف محمد علي بن رمضان ومعجب بيه جدا جدا جدا، وقال لك ازاي يا جماعه، انا عارف اللاعب دوت وعارف امكانياته كويس جدا قوي 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 قوي، ما ينفعش ان انتوا تمشوه. ولكن الحسين عموتة قال لهم طيب خلاص، لو هتمشوا محمد علي بن رمضان هاتوا لي لاعب في مكانه يكون احسن منه، يا اما انا مش هتنازل عن محمد علي بن رمضان. فهنشوف الفتره اللي جايه محمد علي بن رمضان هيقعد ولا هيطلع الشمالي القطري. طيب الدفاع في النادي الاهلي مشكله من السنه اللي فاتت. الحسين عموتة شايف ان كل مراكز النادي الاهلي مكتمله الا مركز الدفاع فيه ياسر ابراهيم، فيه هادي رياض، فيه عمرو الجزار اللي لعب ماتش النصر ولفت النظر. ولكن برضو الحسين عموتة عايز لعيبه تطلع بالكوره، عايز مساكين يقدروا يطلعوا بالكوره زي محمد عبد المنعم. ولكن محمد عبد المنعم مش هينفع يرجع مصر تاني عشان سقف الرواتب اللي الاهلي حاطه. طيب الاهلي بيفكر في مين؟ في مدافعين في مصر تقدر تشيل الدفاع؟ ما اعتقدش ان في مدافعين في مصر. فالاهلي بيفكر في الخيار الانسب اللي هو فلسطيني يتأيد كمصري، هو ده الحل الوحيد. ولكن لو جه تمام، ما جاش خلاص هيكمل باللعيبه اللي موجوده. وعلى فكره اللعيبه اللي موجوده كويسه جدا، ولكن هو عايز امكانيات معينه في اللعيبه بالاخص المدافعين. طيب دي اول حاجه. منصف بكرار كله عمال يقول لك لا منصف بكرار مش جاي النادي الاهلي، منصف بكرار ضحك على النادي الاهلي. لا يا جماعه، منصف بكرار خلص تقريبا كل حاجه مع النادي الاهلي، فاضل بس ان هو يوصل مصر. منصف بكرار معاه فاضل له ماتش مع فريقه يوم 28. المدرب طلب من النادي الاهلي ان منصف بكرار يفضل معانا بس الماتش دوت، وبعدها يوصل مصر ان شاء الله. في ماتش يوم 28 مع بازل السويسري، احتمال يكون اساسي واحتمال يكون دكه، ولكن المدرب احتاج ان اللعيب يكون معاه لانه ممكن يحتاجه. ف يوم 28 هيخلص اللعيب الماتش بتاعه، يا يجي يوميها بالليل يا اما تاني يوم يكون موجود في مصر باذن الله. طيب احمد حجازي لاعب النادي الاهلي والمدافع الدولي السابق معروض على النادي الاهلي. طبعا كلنا عارفين ان احمد حجازي 34 سنه في المدافعين يا جماعه. ما بتكلمش على مصر، على بره مصر طبعا، لا انا بتكلم جوه مصر. 34 سنه خلاص بيكون تقريبا فنش لعب.
كل تقريبا المهاجمين اللي احنا شايفينهم دلوقتي في افريقيا وفي مصر اللعيبه مش اكبر من 28 سنه، فمش هيقدر ان هو يجاري اللعيبه ديت. احمد حجازي لاعب كويس جدا، احمد حجازي بيقدر يطلع في الكوره، احمد حجازي طويل القامه، بيقدر ان هو يطلع كور ويقدر ان هو يهدف دماغه، ولكن عامل السن هو الحاجه الوحيده اللي هتقدر ان هي تعطل الصفقه. فالنادي الاهلي مش منفتح قوي على صفقه احمد حجازي، عشان زي ما قلت لحضراتكم عامل السن. احمد حجازي كان خلاص تقريبا مخلص كل حاجه مع بيراميدز هيديله 2 مليون دولار في السنه، واحمد حجازي وافق، ولكن مع قدوم المدرب الجديد مكوينه لنادي بيراميدز شاف ان احمد حجازي ما ينفعش، وده راي كل الناس، ان هو مدافع كبير في السن مش هيقدر يجاري اللعيبه اللي موجوده. فالنادي الاهلي تقريبا بشبه مؤكد ان هو خلاص رفض صفقه احمد حجازي. طيب احمد رضا كلنا عارفين ان هو طلع اعاره للنادي البنك، ولكن مع انتهاء الاعاره رجع لحسين عموته عايز يشوف كل اللعيبه اللي كانت معاره، هو هيقرر بنفسه مين اللي هيمشي ومين اللي هيفضل. احمد رضا لفت انتباه لحسين عموته جدا جدا جدا، وقال لهم ازاي انتوا مشيتوا اللاعب دوت عنده امكانيات كويسه جدا، انا ممكن استغله نص الملعب وممكن استغله كمساك. فهنشوف الفتره الجايه احمد رضا هيكمل ولا مش هيكملها. برضو الحسين عموته طلب من اداره النادي الاهلي ان لو احمد رضا هيمشي هاتولي حد اقوى منه في خط النص، وطبعا عشان عارفين ان عدد الاجانب الخمسه خلاص مكتمل، فالحل الوحيد الحلين اللي موجودين يا اما فلسطيني ويتأيد مصري، يا اما لاعب في الدوري المصري، واحنا طبعا شايفين ان مفيش لعيبه في الدوري المصري تقدر تشيل فلينة النادي الاهلي. طيب اخر حاجه او قبل الاخيره، مروان حمدي مهاجم نادي بيراميدز ومنتخب مصر السابق اتعرض على النادي الاهلي ان النادي الاهلي ما عندوش مهاجم صريح، ايه رايكم تاخدوا مروان حمدي برضو تقريبا 33 او 34 سنه، مش هينفع برضو كسن. والحاجه اللي قبل كده ان هو حصل منه مشكله مع جماهير النادي الاهلي، فاستحاله لو حتى مروان حمدي هيجيب لنا كاس العالم استحاله يدخل النادي الاهلي. الحاجه الاخيره المعارين، مين من المعارين هيكمل ومين من المعارين هيمشي؟ في البدايه جراديا شار لفت انتباه حسين عموته جدا، لاعب كويس جدا، لاعب برومسنج في الملعب، لاعب قوي جسمانيا، لاعب سريع، لاعب بيهدف، هو جاب جونين في الماتش الودي. فقال لهم ازاي انتوا مشيتوا اللاعب دوت؟ وبرده عشان عدد الاجانب فللاسف ان هو هيطلع اعاره لنادي سيراميكا كليوباترا. تاني لاعب مجدي قفشه خلاص تقريبا بنسبه تعدي 90-95% مش هيكمل مع النادي الاهلي محترم تاريخه، النادي الاهلي عارف امكانيات مجدي قفشه جدا، ولكن الحسين عموته عايز ينزل بسقف الاعمار السنيه للعيبه، فمجدي قفشه بنسبه كبيره يا اما سيراميكا كليوباترا يا اما نادي زد، والنسبه الاكبر نادي زد. طيب في لعيبه تانية احتمال ان هي برضو ما تكملش وبنسبه كبيره جدا، زي محمد شريف من ساعه ما جه من الخليج السعودي وهو مستواه ضعيف جدا جدا جدا، الا بس ماتش واحد اللي لعبه قدام تقريبا والله ما فاكر انهي ماتش اللي لعبه. فلا مستوى محمد شريف لا يؤهله ان هو يفضل في النادي الاهلي. في كمان محمد شكري تقريبا خلاص بنسبه تتعدى 99% خارج النادي الاهلي. في كريم الدبيس رجع في الباك الشمال مع بالعمري، لفت انتباه الحسين عموته جدا 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 وهيكون بديل ليه. اللاعب الاخير وهو احمد عيد كنا متوسمين فيه خير ان هو بديل محمد هاني في منتخب مصر، يعني لاعب دولي، ولكن مش ما قدمش المردود اللي احنا كنا مستنيينه منه، فبرضو احتمال بنسبة كبيرة جدا ان هو يطلع اعاره. كده نكون خلصت حلقتنا النهارده، اتمنى من حضراتكم
لايك وشير، واللي ما اشتركش في القناه يشترك. نشوفكم على الف خير. السلام عليكم.